شاب ضواح ونرمي بها خاف المواجع والجروح ويزين بالي معك ويزين جواه وينبت عيش بروحك وتزهر بي الروح. أعزائي المستمعين الأفاضل، لازلنا معكم في برنامج الخيمة الشعبية، ونستضيف الشاعر محيا بن لفا المورقي العتيبي. الشاعر محيا بن لفا المورقي العتيبي من مواليد منطقة الدفينة بمحافظة الطائف، كتب باسم استعار الشاعر صخر. يعد من المنشدين الشعبيين في الشعر النبطي، كتب الشعر بكافة أغراض وفنونه الشعرية، عضو في منتدى الأدب الشعبي التابع لجمعية الثقافة والفنون. بالإحساء شارك في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، أيضا شارك في المناسبات والمهرجانات في مملكتنا الحبيبة وخارجها. عشق شاعر ديوانه الأول. باسمك عزيزي المستمع نرحب به أجمل ترحيب ونقول حياك الله يا أبو سيف في برنامج الخيمة الشعبية. يا مرحبا فيك يا أبو محمد، ومساك الله بالخير. مساك الله بالخير والرضا والسرور، الله يطول عمرك. حنا سعداء الحقيقة بتواجدك معنا في برنامج الخيمة الشعبية يا أبو سيف. وأنا أسعد، حياكم الله. الله يسلمك. شاعرنا محيا العتيبي، كيف كانت بدايتك الشعرية؟ والله البداية الشعرية طبعا صعبة على كل شاعر طبعا قديم، بحجة طبعا الأولين صعب أنك تتكلم عندهم زي الحين، ولا كان الواحد يخفي شعره. كانت محاولة هو هي ورادة، ولكن صعب أنك تنطقها عند الشيبان أو تسلم. يعني فمن المستحيل يعني عدم التشجيع ولا الآن الوضع سهل جدا. اختلف عن السابق. وكانت بدايتك في يعني كتابة كنصوص قصائد أو أبيات منفردة؟ والله بدايتي كانت قصيدة طويلة، هي البداية حماسية لشاعر يعرف ولكن ما لقى من يشجع. ممكن تسمع نص من نصوصك شاعرنا محيا العتيبي؟ والله شاعر عامر يعني في عندي طبعا الوطن غالي أكيد تشرف. أقول يا وطننا عاد عيدك يا وطننا شعبنا واحد ودم في وريدك سيف خنوره اسهام الموت حنا. كفو. شعبنا واحد ودم في وريدك سيف خنوره اسهام الموت حنا. شعب وافي يا وطننا في رصيدك شعب من خيرك تهنى. في امن وامان والمولى يزيدك خبر العدوان والحساد عنا. دونك رجال تهين اللي يريدك دونك الارقاب والسيف المحنى. العلم مرفوع ونردد نشيدك وانت غزل في ترابك وانت غنى. الملك سلمان ومحمد عضيدك والمواطن عن حقوقك ما تونى. الملك سلمان ومحمد عضيدك والمواطن عن حقوقك ما تونى. نبني الأمجاد من صلب حديدك ناطحات التعب وقصور نتبنى. كل يوم العز والعليا جديدك قادنا سلمان لقمه وصلنا. يا سلام، صح الله لسانك شاعرنا محيا العتيبي على هذه القصيدة الوطنية والوطن غالي. مهما قيل فيه الحقيقة لن نوفي حقه. شاعرنا أبو سيف، هل هناك وقت لكتابة الشعر النبطي لديك؟ والله الشعر طبعا أنا أحب الشعر، وفي أي وقت أو موقف أكتبه. تسلم. يعني في أي أحيانا يجي موقف تجي قصيدة فجأة كده هي تجي بنفسها. القصيدة اللي يجي بنفسه هو أصدق الشعر، يعني لها مواقف طبعا. القصيدة يعني مواقفها اجتماعية قصدك ولا غزلية ولا؟ والله في كل حال له موقف طبعا. الله ربي يحفظك. هل بالضرورة أن يكون الشاعر مثقفا في كتابة الأبيات الشعرية؟ لا طبعا، وكم شاعر أمي الشعر وراثة أكثر ما هو علم. تسلم. يعني أكثر يعني وراثة ما هو علم. كم تسلم. أمي يكتب شعر. أنا قصدي طال عمرك بأن التحديث المفردة حتى تسهل على المستمع، يعني عرفت في كتابتها. الأولين كانوا يكتبون الشعر ما كانوا يعرفون المفردة. نعم. بس كان الشعر موجود. أكيد يكتبون على السليقة، لكن أتكلم الآن كتحديث المفردة حتى يفهمها البعيد والقريب، يفهمها الإنسان العادي والمحب للشعر والغير محب للشعر.
فتثقيف المفردة في الحقيقة مطلب ضروري لكل شاعر. الآن أبياتك ما شاء الله واضحة بكل الوضوح ما شاء الله في تسلسل معانيها ومفرداتها. والله الاحتكاك طبعا يلعب دور كبير. انا لما احتك بشعراء مثلك يا الله يطول محمد وشعراء كبار، طبعا هذه مدرسه لنا. الله يا ربي احنا نتعلم منكم طال عمرك. الله يسلمك. شاعرنا محيا العتيبي ممكن تسمعنا نص من نصوصك؟ والله عندي البدايه اقول فيها تسلم. سلام وتحيه عزيزين وحشام للي سمع كل الحروف بعددها، تحيه المولى على دين الاسلام، سلام يا الجمهور وانتم سندها. قصايدي تزهى عناوين واحلام، واللي دخل في جوها ما جحدها، يعيش في جو القصيده 100 عام ويحلم يعيش ويحلم يشوف من القصايد بعدها. فيها حكم، فيها غزل، رسم رسام، وفيها من الوجدان للي نشدها. عد القصيده اللي تناقلها الاعلام، في صفحتي للي يبيها وجدها. من نهج فكري خطها حبر الاقلام، واللي قرا واللي سمع يعتمدها. ما نضمن الدنيا وغدرات الايام، تبقى لنا تاريخ واسمي بعدها. سلامتك. صح الله لسانك. ابياتك الحقيقه تسير بخطى ثابته نحو الابداع يا ابو سيف. تسلم ما عليك زوجي ابو محمد. الله يحفظك. ممكن ابو سيف فاصل ونواصل. كان الغلا في داخل القلب يكويه، والسر بين اثنين يصعب طلوعه. حلم يغيس به وحلم يوديه، ونومه على خده وكفه وكوع. العشق يرعشك، العشق يرعشك، العشق يرعشك، ملعون طاري يلوعك في اليوم مليون لوعة. كم عاشق حاول وحبه وقع فيه، وخل سرق قلبه وكسر ضلوعه. تلقاه قايم ناحل الجسم راعي، ياكل وكثر الهم ما سد جوعه، ياكل وكثر الهم ما سد جوعه. حساس قلبه كل شيء يبكي، أدرت قصة حزن تذرف دموعه. والياس مع صوت المغني يسري، يسري به الهجوس الأرض انقطوعه. ما يسمع إلا صوت خل ينادي، تسكرت عن كل ربع سموعه، تسكرت عن كل ربع سموعه. حلم يغيس به وحلم يودي، ونومه على خده وكفه وكوعه. كم الغلا في داخل القلب يكوي، والسر بين اثنين يصعب طلوعه. لا من صديق ولا طبيب يداوي، وتغيرت على الجماعة طبوعه، وتغيرت على الجماعة طبوعه. أعزائي المستمعين الكرام، لازلنا في برنامج الخيمة الشعبية، ومعنا الشاعر القدير محيا بن لفا المورقي العتيبي. حياك الله يا أبو سيف. الله يجزيك ويبارك فيك. أبو سيف، أنت أحد المنشدين في ساحتنا الشعبية. كثرة المنشدين هل هي في صالح الشعر؟ والله بصراحة الإنشاد الوقت الحالي، الإنشاد يحتاج إلى نطق المفردة. تسلم. فالمنشد اللي ما ينطق المفردة صح فما نعتبره ما هو منشد. تسلم. هذه من وجهة نظرك يا أبو سيف؟ هذه من وجهة نظري. لأن المفردة تلعب دور في القصيدة، ممكن تخلف المعنى، ممكن أغلب المنشدين ما ينطقها صح. يتطلب على الشاعر أن تنبيه المنشد طيب في نطق المفردة صحيح. والله هو أحيانا توافق وينطق معها صح، ولكن ما هو في كل قصيد. هل كثرتهم يطول العمر في صالح الشعر؟ والله ما كثرتهم بالنسبة للمؤثرات الصوتية أنا ما أيد. تسلم. لأن إذا الصوت الطبيعي أغلب الأوقات مثل محمد مخاشن، مثل عبد الله العطاوي، يعني المفروض يعني اللي ينطق المفردة صح، لأنه هو يعرف الشعر أو شاعر مسبقا. نعم. أنت الحقيقة تعاملت الحقيقة مع الكثير من المنشدين يا أبو سيف.
وقصائدك ما شاء الله يشر لها بالبنان. ممكن تسمعنا نص من نصوصك أو بإنشادك؟ والله أنا بغنيكم مع إني أنا عندي متغير الصوت شوية، ولكن تستاهلون يا أبو محمد. استاهلك العلم طيب يا أبو سيف، مرحبا بك. يا ليلى دانا ليلى دانا دانا يا ليلى دانا ليلى دانا دانا، الجرع جرعي والدموع دموعي والعرض عرضي والقصيد العالي والقلب قلبي والضلوع ضلوعي، واللي تكان بالقلب واحد ثاني، واللي تكان بالقلب واحد ثاني. يا سلام عليك، صح الله لسانك أبو سيف، صح الله لسانك أبو سيف. الله يحفظك. ما رأيك بالبرامج الشعرية التي تخدم الشعراء موروثنا الأدبي الشعبي؟ والله البرامج طبعا بكل صراحة سفير النوايا الحسنة الشاعر الإعلامي المميز راشد القناص أحياها بعد ما انقبضت. الله يطول عمرك. أنا أعود من حزمه طال عمرك، والكثير أحيوا هذه البرامج الشعرية التي خدمت ساحتنا الأدبية. الحقيقة تميزت فيها وعادت لنا الحقيقة يعني أشياء كانت في النسيان، ففضل وجود المعدين والمقدمين والمخرجين الله يجزاهم عنا ألف خير استعاد الشعر الشعبي وهجه من جديد. الله يطول عمرك يا أبو محمد. أبو سيف، المسابقات الشعرية هل أنصفت الشاعر والشعراء بوجه عام؟ هذه من وجهة نظرك. والله لا تنصف الشعراء الحقيقيين بكل صراحة، لأنها تصويت وطلب المادة قبل أن تكون إنصاف للشعر. تسلم، هذه من وجهة نظرك. أنا أشوفها كذا من وجهة نظري أنا. تسلم. بس لا شك أن المسابقات الحقيقة أحدثت ضجة إعلامية ممتازة، أحدثت ضجة، ولكن وتميز بعض الشعراء المكن حنا في السابق نعرفهم لولا وجود هذه المسابقات الحقيقة. فأنت أنا أتمنى هي صح وتمني أنه يكون فيه إنصاف للشاعر. تسلم طال عمرك. قبل أن يكون فيه تصويت. أنت قصدك أنه يستبعد التصويت من المسابقة ويكون فقط على رأي اللجنة. نعم يا أبو محمد. الله يا رب يحفظك. ممكن تسمع نص من نصوصك يا أبو سيف؟ طبعا القصيد نختار لكم الدنيا، أقول ما فيه مبسوط ولا فيه مرتاح، هذه هي الدنيا كذا مشغلتنا. سلام. يا كثر ما عطتنا ويا كثر ما راح، ويا كثر ما بين الضلوع جرحتنا، كم واحد يرقى وكم واحد طاح، وعيشة أكلناها وعيشة أكلتنا، أحيان تعطينا ذهب فوق الأرباح، وأحيان تبطي يا فتى ما عطتنا، وكم واحد غنى وكم واحد صاح، تضحك وحنا بالشقا متعبتنا، هذه هي الدنيا بها حزن وافراح، واللي رحلنا عمرها ما بكتنا. صح الله لسانك يا ابو سيف على هذه الابداعات التي تضرب مسامعنا بالعديد من المساهمات الجميله الشعريه. شاعرنا ابو سيف، هل تؤيد النقد في قصائدك؟ النقد انا من وجهه نظري النقد مدرسه. تفيد مدرسه تفيد الشاعر، يستفيد منها الشاعر. تسلم طال عمرك. الواجب ان الشاعر يكون مستمع للنقد. صحيح، هو الحقيقه الاستفاده له هو، لان النقد طال عمرك يعني يبين لنا ايجابيات وسلبيات القصيده ويستفيد منها الشاعر فعلا. الناقد لما يجي الشاعر انا ابي من الشاعر سؤال واحد للناقد، اذا كان الشاعر عنده غلط مفرده يسال الناقد اذا كان هذه غلط اين الصح، بس كذا يستفيد مع الايام يتعلم. نعم صحيح. ابو سيف، هل تؤيد الشاعر ان يصدر ديوانه الصوتي المسموع ام المقروء؟ والله أنا أيد بكل صراحة المقروء. والله هو طبعا القراءة في أي شيء كان تنشيط للذاكرة، هذا أول شيء، فالقراءة أفضل للحفظ وتنشيط الذاكرة. لا شك أن المقروء له جمهوره والمسموع له جمهوره. والله هذا من وجهة نظري أنا. نعم، فأنت تؤيد المقروء. أنا أؤيد المقروء أكثر. لا شك أن ديوانك عشق شاعر راح يرى النور قريبا تقريبا، أنا قلت في المقدمة. كم قصيدة في هذا الديوان؟
يحمل 150 قصيدة ما شاء الله، متنوعة متعددة الأغراض الشعرية. متنوعة الأغراض، غزل، نصح، من جميع وطني. أنواع الشعر، حتى البحور مختلفة. ما شاء الله. وأتمنى أني أفيد واستفيد. جميل، إن شاء الله أنه يرى النور قريبا إن شاء الله، ونسعد حقيقة باقتناءه. إن شاء الله يا أبو محمد. أبو سيف، ممكن تسمعنا نص من نصوصك؟ والله أنا بسمعكم نفس اللي هو باسم الكتاب، عشق شاعر. ما شاء الله، تسلم. أقول العشق يا العشاق ملعون طريق، يلوعكم في اليوم مليون لوعة، كم عاشق حاول وحظه وقع فيه، وخل سرق قلبه وكسر ضلوعه، تلقاه دايم ناحل الجسم راعيه، ياكل كثر الهم من سد جوعه، حساس قلبه كل شيء يبكيه، أدنات قصة حزن تذرف دموعه، واللي يسمع صوت المغني يسري بهالهاجوس الأرض انقطوعه، ما يسمع إلا صوت خلني يناديه، تسكرت عن كل ربعه دموعه، حلم يغيث به وحلم يوديه، ونومه على كفه وخده وكوعه، كن الغلا في داخل القلب يكويه، والسر بين اثنين يصعب طلوعه، لا من صديق ولا طبيب يداويه، وتغيرت على الجماعة طبوعه. تغيرت على الجماعة طبوعه. صح الله لسانك، صح الله لسانك. أبيات تلهم المشاعر والأحاسيس يا أبو سيف. شاعرنا الله يسلمك، شاعرنا محيى العتيبي، ما رأيك بالمهرجانات التي تقام بين فترة وفترة؟ والله هذا بصراحة إحياء للشعر. تسلم. أنا أشوفها إحياء للشعر وتطوير المتابعين للشعر، والبركة فيك يا أبو محمد. الله يسلمك، يطول عمرك، تسلم كل علم طيب. أنت سبق أنك شاركت في مهرجانات خارجية طبعا. نعم، شاركت بعدة قصائد في الأردن في مهرجان عشتار، والحمد لله قدمنا الواجب منا. تستاهل علم طيب أبو سيف. أبو سيف، ما هي أقرب قصيدة إلى قلبك؟ والله أنا بكل صراحة أغلب قصائدي قريبة إلى قلبي، لأنها تطلع في حينها، يمكن ما تستغرق معي أكثر من 10 دقائق، ربع ساعة بالكثير، لأنها أكتبها في ظرف أو في موقف. ممكن تسمعنا قصيدة؟ أكيد أنهم يعني قصائدك على ما قال مثل أبنائك، في قصيدة قريبة جدا. والله هو ما هو كلها قريبات إن شاء الله إلى قلبي، ولكن في موقف استدعت مني قصيدة غزلية ردا على سؤال، وأقول ردي، طبعا أنا ما أقدر أقص لكم قصة طويلة، ولكن ردي عليهم وأقول أحب الغزل والضحك والمزح بين الناس، عسى الله يجيب اللي على البال يا قمرة، وأحب السوالف كل ما زال لي مجلات، مع اللي يحط الكحل والعطر والحمرة، وأحب القصيد وكل يوم إلي مرواس، علشان نور العين كلش على أمره، وأحب البحر لجيت بحر الشعر غطاس، أغوص وأدور أعذب الشعر في قمره، ولي صاحب بين البشر مرهف الإحساس، أنا أموت فيه وأعرف إني أنا عمره، حبيب على أسلوب راقي بدون قياس، يعذب صخر ويشرب كاس من خمره، إلى شفت زوله قلت يا حي أبو هالراس، ألا يا بعد عمري ترى الروح من دمه، ذبحني حبيب الروح بعيونها النعاس، ولا من تبسم شفت تستنى الجمرة، قطن ناعم الملمس حشا، يتعب اللماس يموت الهوى ويفنحر ما قطر ثمرة، يجيني على شوفه كثير الجمال عماد، وتضيع الحروف اللي ضحك ضعت في غمرة، عليها السوالف كلها من ذهب والماس، عسل والعسل في مبسمه لا قصف عمره، تمنيت اشوفه يوم لو بعدها افلاس، انا والحبيب اللي حضر زامة السمره سلامتك. صح الله لسانك شاعرنا ابو سيف على هذه القصائد الجميله المميزه، حنا سعدنا الحقيقه بتواجدك معنا في برنامج الخيمه الشعبيه. الله يديك ويبارك في عمرك ابو محمد. اعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقه المتواضعه اسمحوا لي ان اشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه وطيب الاستماع، والشكر موصول لضيوفنا الاعزاء الشاعرين القديرين مشعل بن محيلب السبيعي ومحيى بن لفا العتيبي. الخيمة الشعبية. الخيمة الشعبية. هذا مرة من المرات واحدة من الناس مر مع سوق حراج، ولا والله إن هاك الظول عليه ناس واجد، مش كثرهم اللي قاعد واللي واقف يا ذيب يا اللي صوتك جرح القلب تجري
بلايا الله يلي تحت هيبة سلطة